برج آزادي أو برج الحرية في العاصمة الإيرانية طهران معلم أثري ورمز سياسي، كان شاهدا على الكثير من حقب التاريخ الإيراني الحديث منذ بنائه في مطلع سبعينيات القرن الماضي. البرج الذي شيد قبل انتصار الثورة الإسلامية يضم في داخله معارض ومتاحف تختصر التاريخ الإيراني. مراسلنا عمر هواش وهذا التقرير. هو بوابة طهران الغربية، برج شاه ياد أو ذكرى الملك، هكذا كان يدعى قبل الثورة الإيرانية، شياد أو المحتال أثناء الثورة، وبرج آزادي أو الحرية بعد انتصارها. معلم أثري ورمز سياسي، اختصرت في بنائه العمارة الإخمينية والساسانية والإسلامية. بات اليوم وبعد 42 عاما من بنائه قبلة لعدسات المصورين، يأخذ في ملاذه الإيرانيون صورهم ويحتفظون لديه بذكرياتهم. أنا هنا أعمل منذ بناء البرج، أقوم بتصوير الناس أمام برج الحرية. أكثرهم يأتون من المحافظات الأخرى، فهم يعتبرون هذا البناء ذكرى لهم من طهران. قصة بناء البرج تعود لرغبة الشاه الإيراني المخلوع أن يحتفل بمرور 2500 سنة على قيام الإمبراطورية الفارسية. فرح بهلوي زوجة الشاه أمرت مهندسي البلاد بتصميم برج يجمع التاريخ الإيراني ليكون فاصلا بين قديمه وحديثه. جاء الخيار على تصميم لشاب في 24 حسين أمانت، لكن البرج الذي بناه الشاه تخليدا لذكراه تحول إلى ملاذ للثائرين عليه، فاستقبل في ساحته الإيرانيون الإمام الخميني العائد من منفاه الفرنسي، وبقي حتى اليوم مكانا يحتفل فيه الإيرانيون بثورتهم. دخلناه لنتعرف عليه أكثر، فإذا به في داخله كذلك تجتمع فيه إيران بماضيها وحاضرها. يتشكل هذا البرج من عدة أقسام مختلفة واسعة المساحات. هناك متحف للأحجار الكريمة، وقاعة للسينما، وأخرى للمؤتمرات ومعارض للتعرف على تاريخ إيران. البرج الذي يرتفع حتى 45 مترا يضم طوابق 3 ويتربع على 4 قواعد رباعية الأضلاع. هو باختصار المعلم الأهم في طهران على الإطلاق. برج ميلاد هو برج آخر في طهران، على الرغم من علوه في الارتفاع وحداثته في البناء، إلا أنه لم ينجح في خطف الأضواء عن برج الحرية الذي كان ولا يزال رمزا وطنيا لكل الإيرانيين ومعلما بارزا لعاصمتهم. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. وختاما إلى